اسمه حسن. وللأسف الشديد العلاقة دي اتطورت وبقت علاقة مش كويسة، لحد ما هو كمان كان بيوصل لها وبيدخل البيت عندهم في أي وقت، الفجر، في أي وقت، لأن مامتها كانت بتبات في الشغل في المستشفى. والأب معرفش هو كان عايش معاهم ولا لأ عشان مبقاش كداب. المهم طبعا قررت إن هي تدخله البيت ويعملوا علاقة مع بعض، واتطورت العلاقة أكتر من مرة. في مرة من المرات مامتها دخلت عليهم الأوضة وشافتهم، كانت جاية الصبح كده وهم طبعا تقريبا كده الوقت سرقهم، فدخلت عليهم وشافتهم، فقررت إن هي تفضحها وتقول لأبوها. لكن طبعا نورهان كان عندها رأي تاني، إنها اتفقت مع حسن إن هم لازم يتخلصوا منها عشان ما تفضحهاش. فقرروا إن هم في نفس اليوم بالليل، إن هي وحسن دوت، إن هو يجيبوا آلة حادة زي السكينة طبعا، وفي نفس الوقت كمان عصاية خشبية فيها مسامير ومية مغلية وحاجات كتير كده مش كويسة. وبالفعل خلصوا عليها. تم الحكم عليها بالإعدام